الذي يقوم بقرعة البداية يقوم بإجراء الأحاديث ما بين ألكسندر دومينغيز حارس مرمى الإكوادور، وفي الجانب علي فايز يغادر من أجل تلقي العلاج. ركلة ركنية حاضرة موجودة للإكوادور، كرة تلعب بعد ذلك حاضرة في يدي حارس المرمى في اللقطة الماضية. نرات النقلات بعد ذلك واصلة لدى جلال حسن، حضور جماهيري جيد في مدرجات ملعب سيفي متواجدة أينما يلعب المنتخب العراقي، تجد عشاقه. بعد ذلك المحاولة العكسية تأتي بصورة خطيرة، مرت ولا تزال تسديدة. الله، جلال حسن يمنع الخطر، يتألق في بعد الكرة الماضية عن مرمى العراق، أخطر الفرص، أجرى الفرص تأتي من جانب الإكوادور في الوقت الذي يتألق جلال حسن، يتألق جلال حسن في التصدي للكرة الماضية. برافو جلال على ردة فعل برافو جانب الإكوادور. محاولة كرة تلعب القائم البعيد مرة أخرى، جلال حسن يقوم بالإبعاد إلى خارج أرضية الملعب يا أمجد عطوان. برافو جلال، كرة يكسب بيترود مينديز، يلعب تمريرة بعد ذلك فيليكس توريس يبحث الكرة عالية، وصل دور. محاولة تلعب بعد ذلك جلال حسن في الموعد، خروج خاطئ وكرة على مرتين تبعد من حلق المرمى. لا فيليكس، بينما على صعيد مشاركاته في كوبا أمريكا الحديث يأتي عن 24 مشاركة أولها في 39، وكما ذكرت وصفته بالمتوسط على صعيد الأداء ما بين المنتخبين. وكرة حاضرة لدى الإكوادور، خروج يأتي من جلال حسن، كان أقرب كان أسرع من ميكايل. محاولة وكرة عكسية أبرزها دعني وأقول هي 3 محاولات جود، ولا تزال الكرة بالخلف. جلال حسن يبعد كرة إلى رمي التماس، أفضل من أن تكون ركلة ركنية. لذلك جلال أو المنتخبات المشاركة في المونديال يأتي كمشاركة لقاء الافتتاح في المونديال، يضع من خلالها غوستافو ألفارو من خلال هذه المواجهة بالمرتدة يفترض أن تكون أسرع، والكرة تقطع وتعود لدى الإكوادور، فرصة لهدف أول. برافو جلال 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 بالاتا، لكن هذه الكرة التي تألق في التصدي لها جلال حسن أيضا من أمام غونزالو بالاتا. برافو جلال، برافو جلال، تجلى جلال وتألق. العديد من التغييرات التي أجريت، العديد من التغييرات التي عملية تحضير موجودة وتسديدة. برافو جلال، برافو جلال، برافو جلال، برافو جلال. جلال حسن مرة أخرى يخطف نجومية هذه المواجهة وهذا اللقاء بعد كرة لدى إثري على أرضية الملعب. زيد تحسين بعد هذه الرأسية من غونزاليس، لكنها جاءت في يدي جلال حسن. برافو جلال، لقطة استعراضية، لقطة يعني بعد ذلك واصلة لدى غونزالو بالاتا. هنا ركلة جزاء، هنا ركلة جزاء، هنا ركلة جزاء تأتي، لم تكن بوضعية ثابتة، لذلك يا حمزة عدنان هي ركلة جزاء. من جاء من قائمة البدلاء يمنح منتخب الإكوادور ركلة جزاء مع آخر الأثناء وآخر اللحظات لهذه المواجهة لهذا اللقاء. الآن ركلة جزاء للإكوادور وسط هذه الأمطار، وسط هذا الترقب. غونزالو بالاتا، غونزالو بالاتا، دعني أقول أكثر اللاعبين تحركا في شوط اللقاء الثاني. لاعب بلد الوليد البديل
يواجه جلال حسن. غونزالو بالاتا، جلال حسن، جلال بالاتا، جلال بالاتا، جلال حسن يكمل نجوميته، يتجلى، يتصدى، يتألق، يتأملق. أذكر وقول ما شئت في جلال في لقاء الليلة. سدا منيعا يا جلال، سدا منيعا يا جلال، يخطف النجومية، يرفض انتصار الإكوادور.